للخيانة صوتان. الصوت الأول كان يأتي من كهف مجهول في مكان مجهول من جبال القاعدة، من الأمير من أيمن الظواهري. والصوت الثاني كان يأتي من سدة الحكم، من قصر الاتحادية، من مكتب الرئاسة، من الرئيس، من محمد مرسي. وبين الأمير والرئيس دارت أخطر وأغرب مكالمات في تاريخ مصر كله، حيث كان الرئيس رئيس مصر يتلقى تعليماته من الظواهري، وكلها تعليمات لم تكن الهدف منها سوى تدمير وتخريب البلاد وقتل وتشريد العباد، وهو ما حدث فعلا في الأحداث التي تلت كل مكالمة. التسجيلات التي جمعت ما بين مرسي والظواهري رصدتها أجهزة سيادية وأمنية عالية المستوى، وهي تواجه حلقة من حلقات التآمر الخطير على مصر في عهد المعزول، الذي لم يكن يدار بواسطة جماعته فقط، بل وأيضا من تنظيم القاعدة. وتكشف التسجيلات عن تورط خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئاسة الأسبق في لعب دور الوسيط للتقارب بين الرئيس المعزول والإخوان من جهة، وتنظيم القاعدة من جهة أخرى. وتكشف أن تنظيم الإخوان أسس شبكة اتصالات من خلال شركة أمريكية لمنع مراقبة الاتصالات ومنع التجسس على رسائل البريد الإلكتروني، وكان مسؤول هذه الشركة على علاقة مباشرة بالرجل القوي في تنظيم الإخوان خيرت الشاطر. وكشفت أن مرسي تسلم هواتف خاصة من خارج البلاد استوردتها تركيا من إحدى الدول الكبرى، وسلمتها لمسؤولين بعينهم داخل مؤسسة الرئاسة المصرية. وأفضع ما رصدته الأجهزة السيادية عن تلك المكالمات وعن الملابسات التي دارت معها وحولها كشفها عن عناصر باكستانية وفلسطينية اجتمعت مع خيرت الشاطر، وكان لهذه العناصر اتصالات مباشرة مع أيمن الظواهري زعيم القاعدة، وتلقت توجيهات منه قبل 24 ساعة من ارتكاب مذبحة رفح. كيف ومتى دارت هذه المكالمات وماذا جرى فيها وبأي أحداث ارتبطت؟ التسجيلات تتحدث، وقائع الخيانة تتكشف. ودعونا نتعرف على تفاصيل المكالمات. مكالمة 1/10/2012، مكالمة إهدار دم جنودنا في رفح. في هذه المكالمة يهدر الظواهري دم جنودنا في رفح، ويقول للرئيس مصر: لا تخشى هذه الدماء، وعليك مذاكرة العقيدة كويس. ثم تأتي الطامة الكبرى وهو يقول له: يجب أن يكون الجيش المصري جيشنا، يسمح فيه بتدريب كل عناصرنا. ولا تهتز جارحة من جوارح الرئيس الذي زار موقع المذبحة في مشهد يبدي غاية ألمه على ضحايانا، فمشاعر الرئيس في المشهد التلفزيوني كانت شيئا، ومشاعره في المكالمة التي كان يظنها سرية كانت شيئا آخر، إذ يرد على الظواهري قائلا: نسعى لتكوين جيش من المتدربين والجهاديين والإسلاميين تحت قيادتنا، أي أنه كان يسعى جاهدا لدمج الإرهابيين والإخوان والجميع داخل مؤسسة الجيش. مكالمة 9/12/2012، مكالمة التآمر على دول الخليج. تكشف هذه المكالمة الاتفاق بين الرئيس المعزول وزعيم تنظيم القاعدة وتحريض أيمن الظواهري زعيم التنظيم ضد دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية. وفيها يؤكد مرسي على تآمره البعيد المدى على الخليج حتى ولو لصالح إيران، إذ يقول إن مصر سترفع يدها عنهم وستقوم بزيادة التعاون مع إيران لوقف نفوذ الخليج في المنطقة. وتعليقا على هذه المكالمة، كشفت جهات سيادية عن الظواهري أنه خطط بالفعل لعمليات كبيرة داخل السعودية من خلال عناصر القاعدة لإشعال فتنة بين الشيعة والسنة هناك، وإشعال أزمات داخل الإمارات بالتعاون مع تنظيم الإخوان الذي صار له نفوذ في كل منطقة عربية. ومن هنا نفهم سر الكلمة التي قالها خادم الحرمين الشريفين وهو يهنئ مصر على ثورة 30 يونيو، وهو يقول: لقد أنقذ الله مصر والعرب
من مؤامرة لم يكن يعلم مداها سواه. مكالمة 28/12/2012. مكالمة التآمر على الأزهر. هذه المكالمة على قدر خطورتها لأنها تتعلق باستخدام الدين في التمكين للقاعدة والجماعة، إلا أنها مثيرة للضحك والاستغراب. ففيها يطلب الظواهري من مرسي الآتي: تعيين الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل نائبا لرئيس الجمهورية، تعيين خيرت الشاطر أميرا لقوم المجاهدين، إبعاد السلفيين عن السلفيين لأنهم ينفذون أجندة خارجية. ويرد الرئيس المعزول قائلا: السلفيين مرحلة لمساندتنا، ثم بعد ذلك سيتم استبعادهم وعودتهم مرة أخرى للسجن ستكون قريبة. لكن أخطر ما في هذه المكالمة الأمر الذي أصدره الظواهري لمرسي، وهو لابد من اعتقال شيخ الأزهر وغلق هذه المؤسسة بالكامل لانحرافه عن المسار. ومن هنا أيضا نفهم مؤامرات الإخوان على الإمام الأكبر وتنظيم المظاهرات ضده. مكالمة 12/1/2013. مكالمة التآمر على الكنيسة. بعد أن ألقى الظواهري تعليماته للرئيس بخصوص الأزهر، جاء الدور على الكنيسة والأقباط، إذ يقول له في هذه المكالمة: يجب وقف بناء الكنائس، وعلى الأقباط دفع الجزية والعيش دون طلبات إذا أرادوا العيش بسلام. ثم قال الظواهري للمعزول: ستحكمون مئات وآلاف السنين، وعليكم تطبيق تجربة باكستان وأفغانستان في مصر. مكالمة المؤامرة على الإعلام. في هذه المكالمة أيضا يتلقف المعزول أوامر سيده حول الإعلام المصري، ويشرح له مؤامرة الإخوان على الإعلام، إذ يقول مرسي للظواهري: يا أمير الحق، اتخذنا قرارات رادعة في مواجهة هذه القلة وإجراءات تشريعية جديدة تحد من هذا الإعلام، وفي القريب العاجل سنغلق هذه القنوات وسنقوم بإنشاء منابر إعلامية إسلامية كبيرة، وخططنا لوضع ميزانية كبيرة مقدمة من التنظيم الدولي لإقامة قنوات فضائية إسلامية وجهادية تحث على الجهاد، كما ستكون هناك قناة فضائية ثابتة لك ولرجال القاعدة، ويمكن بث هذه القناة من أفغانستان لتعليم أشبال الإخوان. مكالمة 20/1/2013. مكالمة الإفراج عن الإرهابيين. مع هذه المكالمة بالذات نكشف كيف كانت تدار مصر. ببساطة شديدة، كان الأمير يأمر والرئيس ينفذ. ففيها يأمر الظواهري مرسي بالإفراج عن الإرهابيين المدانين في جرائم ضد المصريين، قائلا: عناصرنا كان لها الفضل في وجودكم خارج سجون الطغيان، ومساندتنا وجبة ومطالبنا صغيرة: الإفراج عن رجال القاعدة والمجاهدين في سجون العقرب وغيرها من السجون، ودعمنا بالمال والسلاح في ليبيا واليمن وسيناء، وأن يكون هناك جزء من المال لأسر المجاهدين وتدريباتهم في سيناء. مطالبنا ليست بالكثيرة، وهناك مطالب أخرى ستكون عبر وسطاء من إخواننا الأشقاء. وهذا ما حدث بالفعل، إذ خرج الإرهابيون من السجون ليقتلوا المصريين بعد ذلك. بالفعل كان الرئيس لا يملك سوى تنفيذ أوامر الظواهري. فعقب هذه المكالمة دخل سيناء 350 عائلة من عائلات التكفيريين وعائلات أخرى تابعة لأحمد عشوش إلى سيناء، وجرى تسكينهم وإعاشتهم هناك بناء على أوامر مرسي شخصيا، حيث وفرت لهم أماكن وأراض داخل سيناء. كما خطط مرسي في ذلك الوقت لغلق سجن برج العرب نهائيا، لكن جماعة الإخوان تراجعت عن قرارها لتوفير محبس لعدد من المعارضين والإعلاميين في هذا السجن، بناء على نصيحة من الشاطر قال فيها إن السجن سيكون للمعارضين، ولكن يمكن خروج كافة الجهاديين. مكالمة 11/2/2013. مكالمة عمر عبد الرحمن. دارت هذه المكالمة عن عمر عبد الرحمن فقط، وفيها يقول الظواهري لمرسي: اطلب الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن والضغط على أمريكا للإفراج عنه. ومرسي يرد: موافق طبعا. لكن ما ثمن الإفراج عن عمر عبد الرحمن والذي كانت ستدفعه مصر؟ الأجهزة الأمنية رصدت الثمن، إذ كشفت أن مرسي أجرى اتصالات مباشرة عقب المكالمة مع مسؤولين أمريكيين، وكلف مساعده عصام الحداد للتحرك للإفراج عن عبد الرحمن وتقديم تنازلات كبيرة لأمريكا،
تتمثل في زيادة قوات حفظ السلام الدولي في سيناء واستغلال عدد من الكيلومترات داخل سيناء لتوطين الفلسطينيين القادمين من غزة، والسماح لإسرائيل بزرع أجهزة استشعار على الحدود مع مصر، إلا أن أجهزة سيادية أوقفت ذلك المخطط وأحبطت الصفقة تماما. مكالمة 12/4/2013، مكالمة التهديد ومنع الاعتذار. هذه المكالمة تحمل تطورا لافتا، فقد انتقل الظواهري في أوامره لمرسي من الصيغة الآمرة إلى الصيغة المهددة، وبات واضحا أن العلاقة بين الرجلين أصبحت أشبه بعلاقة سيد بخادمه. ففي المكالمة التي استغرقت دقيقتين يقول الظواهري مهددا ومتوعدا مرسي عقب أحداث الكاتدرائية المرقصية بالعباسية: تحدثنا مع أخوتنا في الجماعات المختلفة وتابعنا ما حدث من النصارى وأتباعهم، والحديث عن تصالح ومسامحة هو إهانة لكل مسلم، عليهم ترك هذه الأرض. ثم قال الظواهري لمرسي: إذا قدمت أي اعتذار سنقوم بعمليات ضد الكنائس داخل مصر ردا على ذلك. لكن مرسي التزم الصمت قليلا ثم قال: الرئاسة لم تفعل شيئا حتى تعتذر، والأقباط أقلية وحقوقهم أن يعيشوا مسالمين. وبالفعل لم يعتذر مرسي لأقباط مصر، ولم يذهب للكاتدرائية معزيا شعبه. مكالمة 15/5/2013، مكالمة التآمر على القضاء. هذه المكالمة توضح بشكل واضح لماذا كان الإخوان يعادون القضاء المصري مستخدمين خدعة التطهير. ففيها يقول الظواهري لمرسي: لابد من إلغاء القضاء، ويجب تطبيق الجلد وحد الحرابة وغيرهما. فيرد مرسي: أستعد لتطهير كافة مؤسسات الدولة. وهذا ما حدث بالفعل، والقضية لا تحتاج لأن تتذكروا كثيرا. علي محمد أحمد النمر ده قاضي مزور، أنا طاعن عليه على المزور الانتخابات قدام عيني، أنا شاهد في الدايرة الأولى في الزقازيق شرقية لصالح واحد تاني بشكل غير مسبوق. ده قاضي مزور مطعون عليه، ده أحد أعضاء الدائرة اللي بتنظر للموضوع ده. علي النمر لم يحقق معه حتى الآن، هو ضمن 22 واحد مفروض يحالوا للتحقيق والصلاحية بسبب التزويرات دي. سيف العدالة انكسر، ومنين أجيب له إيديه؟ سيف العدالة انكسر والحق يجيبه مين؟ أنا عايز أقول إن سيف العدالة إن شاء الله سيمضي دائما، لن